السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة دروس رياضيات أونلاين مع مستر محمد صلاح. هنشرح النهاردة الفصل الثاني من دروس رياضيات تانية ابتدائي ترم تاني، وهو العدد الزوجي والعدد الفردي. الدرس 71. هنشرح من كتاب سلاح التلميذ يا جماعة. صلى على الحبيب كده عليه الصلاة والسلام. هناخد العدد الزوجي والعدد الفردي. العدد الزوجي والعدد الفردي بيقول لك تعلم العدد الزوجي. في العدد الزوجي يمكن تكوين ثنائيات دون باقي. ممكن تكوين ثنائية ان العدد الزوجي بيحتاج الى زوج. ازاي يعني انا مثلا هنا انا عندي الاتنين دي عدد زوجي. ده عبارة عن واحد وواحد. الواحد ده معاه زوج، لذلك بقول على الأعداد الزوجية سميت بهذا الاسم لأنها بتحتاج إلى زوج. إيه؟ زوج. تمام. يعني هنا في العدد الزوجي يمكن تكوين ثنائيات دون باقي. هنا اهو اتنين الواحد ده مع واحد، وهنا الواحد ده مع واحد. ما ينفعش دي تبقى مستقلة بنفسها. المستقلة دي بنقول عليها عدد فردي. هنا في العدد الفردي إذا أمكن تكوين ثنائيات ويكون الباقي واحد. ازاي يعني؟ في العدد الفردي بيقولك يمكن أكون ثنائيات بس لازم يكون في باقي معايا واحد. أقول مثال بسيط اهوت زي التلاتة. التلاتة دي عبارة عن ايه؟ واحد وواحد، لازم يكون باقي واحد. لذلك بقول على التلاتة دي عدد فردي. درس سهل وبسيط وبيعتمد عليه في الدروس الجاية كتير. يعني دول 4 عدد زوجي، دول 5 عدد فردي. تمام. تمام. درس سهل وبسيط. هنا بقول لك ايه؟ لاحظ ان العدد الزوجي هو اي عدد رقم احاده 0 او 2 او 4 او 6 او 8. يعني مثلا الاعداد 18 و40 و56 و752 هي اعداد زوجية. يعني ايه؟ تعال نحلها مع بعض. تعال ندي مثال كده. يعني هنا بيقول لك الأعداد الزوجية بتبدأ بصفر واتنين وأربعة وستة وتمانية وعشرة إلى آخره. يعني الأعداد الزوجية بتبدأ من صفر. أما الأعداد الفردية بتبدأ بواحد، تلاتة، خمسة، سبعة، تسعة، 11 إلى آخره. تمام. في حاجة بقى بيقول لي ايه؟ هو بأي عدد رقم أحاده 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8. تمام. يعني ازاي مثلا العدد الزوجي لما بقول لك 56 ببص على الأحاد 6 دي عدد زوجي، لذلك بقول على 56 دي عدد زوجي. تمام. على 58 ابص على الأحاد بيبدأ ب8، 8 ده عدد زوجي، لذلك بقول على 58 دي عدد زوجي. كذلك 60. الأحاد كام؟ صفر عدد زوجي، لذلك بقول على 60 دي عدد زوجي. تمام. درس سهل وبسيط يا جماعة. بقول لك العدد الفردي بقى هو أي عدد رقم أحاده 1 و3 و5 و7 و9. ازاي برضو؟ تعال ندي مثال. العدد الفردي 31 الأحد بتاعه كام؟ 1. يبقى 31 دي عدد فردي. تمام. 35
احنا قلنا العدد الفردي هو العدد الذي أحاده بيكون 1 3 5 7 9 11. 5 عدد فردي، يبقى 35 دي عدد فردي. 37 تمام، أحاده 7، يبقى 37 دي عدد فردي. درس سهل وبسيط يا جماعة، ما تنساش تعملنا اشتراك للقناة عشان يوصلك كل ما هو جديد. بنشرح بطرق مبسطة وسهلة وبسيطة، بشرح معاك بكتب بإيدي عشان الكل يستفيد، وأولياء الأمور أمهات آباء دربوا برضو أبنائكم، دوم أمثلة وحلوا معاهم عشان الكل يفهم ويستفيد. تمام. بيقولك نشاط 2، ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة كما بالمثال. 36 ده عدد زوجي ولا فردي؟ زوجي. شطار. إن الأحد بتاعه 6 والعدد الزوجي بيبدأ بصفر 2 4 6 8. 21 عدد فردي. ممتاز. 85 فردي. ممتاز. 84 يا جماعة زوجي. ممتاز. 127 بص على الأحاد، الأحاد 7 يبقى العدد ده عدد فردي. ممتاز. 42 عدد زوجي. شطار. 150 زوجي، أحده 0 زوجي. 53 أحده 3 فردي. ممتاز. 74 العدد ده عدد زوجي. ممتاز. 211 فردي، أحد 1. ممتاز. 526 بص على الأحاد، الأحاد 6 بقى العدد ده عدد زوجي. 405 أحد 5 بقى العدد ده عدد فردي. 918 أحده 8 يبقى العدد ده عدد زوجي. 374 أحد 4 يبقى العدد ده عدد زوجي. 119 أحده 9 يبقى العدد ده عدد فردي. 200 أحده 0 يبقى العدد ده عدد زوجي. تمام. وكده نكون خلصنا من أول درس في العدد الزوجي والعدد الفردي. هنكمل الدرس الجاي مضاعفات العدد الزوجي والعدد الفردي. تمام. متنساش تعمل لنا اشتراك في القناة عشان يوصلك باقي دروس تانية ابتدائي ترم تاني. الرياضيات معانا سهلة وبسيطة، بنشرح خطوة بخطوة وهنحل أمثلة. شجعونا ودعمونا بلايك واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس. ما تنساش تصلي على حبيبك النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في درس جديد ان شاء السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.